السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده عملت جاتوه في البيت، فكره ظريفه جدا ولطيفه. ممكن تعمليها تقدميها للضيوف. خليكم معايا لاخر الفيديو، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش اللايك والكومنت الحلو. لاول مره ادخل القناه اعملي سبسكرايب. حضرت هنا عندي كوبايه ونص من الكريم شانتيه البودر. عندي كمان نص كوبايه من السكر البودر. عندي كوبايتين، واحدة كوباية لبن وكوباية كمان مية ساقعة من تلاجة. بعد ما حضرت المكونات هاخدها عشان خاطر بالمضرب الكهربائي وهبتدي اضربها. هفضل اضرب بالمضرب كتير قوي لغاية ما تتماسك معايا. هنا بعد ما تماسكت معايا زي ما انتم شايفين قوامها كده حلو قوي. عندي معلقتين من المعالق الصغيرة من الجيلاتين البودر. حطيت عليهم شوية مية دافية. ابتديت اقلبهم كويس قوي. هفضل اقلب فيهم كويس يعني حبة كده حلوين عشان خاطر الجيلاتين ده يفك، لانه في الاول بيكتل ومع التقليب بيبتدي يفك عادي. عندي الكريم هنا هحط لها معلقتين من النوتيلا عشان خاطر اطعم الكريمه بتاعتي اللي انا عايزه اعملها. هي فكره الجاتو الاساسيه اللي معايا النهارده. بعد ما حطيت لها النوتيلا وضربتها اديتها يعني بالمضرب كده، ضربتها شويه. ابتديت ضفت الجيلاتين كمان، صفيت الجيلاتين عشان لو في اي تكتلات ما تنزلش معايا في الكريم شانتيه وتعملي تكتلات جوه. ابتديت اضرب كويس. هلاقي القوام هنا خف شويه، بس ده عادي خالص، ما بيقلقنيش في حاجه، لانه كده كده لما بيدخل التلاجة بيمسك تاني. عندي بقى الشكل ده اللي انا هعمل بيه النهارده. اولا انا محضره الكيك بتاع الجاتو النهارده. مقادير الكيك سهله جدا، هتلاقوها في فيديوهات فاتت كتير. ممكن تاخدي اي طريقه، بس الطريقه بتاعت النهارده انا هسيبها لكم في الصندوق الوصف. بعد ما ابتديت اجيب هنا الكريم شانتيه، انا ما حطيتوش في التلاجة، انا حطيته في كيس حلواني على طول. وابتديت احط في الشكل ده لغايه ما اتملى زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما اتملى هحطه في الفريزر. عندي الفريزر هسيبه في الفريزر براحته خالص لغايه ما يمسك. عندي الكيك هنا اللي انا محضراه زي ما قلت لكم، هسيب مقادير الكيك بالظبط في صندوق الوصف. وابتديت جبت الكوبايه دي. اهي الكوبايه دي اقل حاجه بسيطه قوي من الدواير اللي انا هعملها، ولكن ده كان عادي. زي ما انتم شايفين كده الكيك ده ارتفاعه تقريبا من 3 ل 4 سنتي، وده كان كويس قوي بالنسبه للجاتو اللي انا هعمله النهارده. حضرت هنا معلقتين كبار من النوتيلا، عليهم معلقه كبيره من الزيت، وقلبتهم كويس وركنتهم. عندي كمان كوبايه الا ربع من اللبن، عليها معلقه من الكاكاو البودر وقلبتها. ابتديت بقى هنا حضرت الكيك. بعد ما جبت الكيك شلت القشره اللي هي بتبقى لفوق، اللي هي الوش بتاع الكيك، علشان خاطر يشرب اللبن كويس وما يفرولش. حضرته بعد ما شلت القشره. طبعا ابتديت هنا اسقي واحده واحده. بعد ما سقيتها حطيتها في التلاجة تقريبا نص ساعة تهدى كده وتشرب من اللبن براحتها. بعد كده ادي النوتيلا اللي انا كنت عاملاها. اهدي بس وش الكيك حاجة بسيطة كده عشان اطعم الكيك بالنوتيلا. بعد ما طعمتها حضرت، هطلع بقى الكريم شانتيه اللي انا حضرته. هبتدي اشيله واحدة واحدة واحط على الكيك. عندي هنا طبعا بعد ما حطيتها على الكيك حسيت ان في فراغات لازم تتميلي بالكريم شانتيه. بالاسباتولا كده وظبطتها لغايه ما ظبطتها كده من الجناب لغايه ما اداني الشكل اللي انا عايزاه. طبعا لو هنا النقطه دي مهمه جدا، كل بين كل خطوه والتانية بحط في الفريزر، وده بيساعدني اكتر ان انا ارسم الشكل اللي انا عايزاه. عندي هنا ابتديت بقى بالاسباتولا طبعا، او بورق الفاكيوم بيظبط معايا اكتر. لو انتي مش يعني مش حابه تمسكي الاسباتولا او مش بتتحكمي فيها،
يبقى ورق الفاكيوم احسن. بعد ظبطتها ودخلتها في الفريزر، سبته تقريبا 3 4 ساعات لغايه ما مسك كويس. عندي هنا انا حابه اعمل يعني حاجه كده جارنش للجاتو. عندي مكعب شوكولاته بيضه، عملته على حمام ميه دافي في قلب طبق. وابتديت هنا اعمل بالبلة نفسها بتاعت اللي انا بظبط بيها الوردات بتاعت الكريم شانتيه، بدها ارسم بيها دوريات. كمان حطيتها في قلب الفستق عشان تاخد شكل كده، لون من الفستق، وده كان شكلها كان شكلها جميل اوي ورهيب اوي. عجبتني جدا ان انا اعملها كفكرة للجارنش. هنا كنت سقيت، انا بسقي هنا الجاتو عشوائي، انا مش عايزه ارسمها، انا عامله جاتو في البيت عشان خاطر ضيوفي، فانا رسمتها بشكل كده اللي هو مش عايزه اغطيها كلها. بعد كده ابتديت هنا عندي حطيت الجاتو على ورق زبده، اللي هو الاشكال الالوان، عشان يديني شكل حلو. كمان بعد كده هنا ابتديت بالشوكولاته. انا عملت هنا مش كل الجاتو كنت حطيت له كله الوش نوتيلا، عملت دول انا حبيت ازوقهم عشان خاطر افنش بيهم الفيديو. ولكن عندي هنا حطيت جزء بالشوكولاته وجزء تاني بنوتيلا. ادي الدوريات اللي انا عملتها، حطيتها جارنش، شكلها كان لطيف قوي. وبعد كده حطيت العين الجمل. وهنا كنت خلصت خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير، ودمتم في امان الله.